السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنت جوزها لما رجع من الشغل تعبان هلكان، فقالت له طلقني. الخبر نزل عليه زي الصعق. قال لها أطلقك ليه؟ قالت له والله أنا ما عدتش قادر أعيش معاك. أنت ظروفك الاقتصادية بقت تعبانة، مش قادر تلبي طلباتي، لا أكلي ولا شربي ولا لبسي ولا تجيب لي أي هدية. وانا خلاص، انا جبت اخري معاك والحياة دي لا تطاق. يا بنت الحلال استهدي بالله. قالت له بقول لك ايه، طلقني بالمعروف، بدل ما اجرجرك في المحاكم ويحصل ما بيننا بهدلة. قال لها خلاص انا هنفذ لك طلبك عشان انا لسه بحبك. قالت له خلاص ارمي عليا اليمين دلوقتي وطلقني. الله خلاص تمام. دخل غير هدومه وطلع من الأوضة في إيده ورقة متطبقة، ادالها قال لها خلاص أنا رميت عليكي اليمين وانتي طالق. سابها ونزل. شوية قامت صلت ركعتين لله عشان تهدى ونفسها تستكين. وبعدين قعدت تفكر كده، معقولة أنا عملت في نفسي كده؟ وتبص للحيطان حوالين منها، دي الحيطان بتاعت شقتي اللي كانت مملكتي، مش هشوفها تاني. البلكونة اللي بقف فيها أكلم جيراني دي وألاعب أطفالهم الصغيرين أنا مش هشوفها تاني ولا أشوفهم. الصالة اللي بقعد فيها أزقز لب وجداني دي واستناه على بال ما يجي أنا مش هقعد فيها تاني. المطبخ اللي كنت بعمل فيه الأكل اللي كنا بنحبه وناكله أنا وهو سوا، أنا مش هخشه تاني. دمعت وقعدت تفكر في الأسباب اللي خلتها تعمل كده في نفسها. لقت إن اللي عمل فيها كده هو سمعها لكلام ورأي صاحبتها اللي ما بيحبولهاش الخير. كانوا بيوسوسوا لها زي الشياطين: انتي جميلة وانتي تستحقي اكتر من كده، انتي عايزة واحد يستتك يهنيكي يركبك عربية يجيب لك لبس حلو يأكلك اللي نفسك فيه، والراجل اللي انتي معاه ده مش هيقدر يقوم بأي حاجة من دي خالص لأنه هو على قده خالص. فرجعت الكلام تاني، لقت أصلا إن صديقتها اللي وزوها على خراب بيتها هم أصلا عيشتهم صعبة زيها ويمكن أكتر منها وهي أحسن منهم. الله، تفكر مع نفسها قالت الله ده فقد الشيء لا يعطيه. إزاي إن هم بينصحوني عشان أبقى في عيشة أحسن من كده وهم عيشتهم أقل مني؟ لا 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 لا، دول ما كانوش أصحاب ليا، دول كانوا شياطين بيوزوني على خراب بيتي. وهما ما عملوش كده، لو كانوا بيحبوني كانوا سبقوني في الموضوع ده. قعدت تعيط وتقول انا ايه اللي انا عملته ده، انا مستقبلي ضاع، انا حياتي ضاعت. هو ده الانسان اللي كنت بحبه ويحبني؟ ده اللي انا حاربت معاه عشان خاطر نبني البيت؟ ده اللي انا كنت بحبه قبل ما نتجوز واتخطبت له بعد حرب وكافح، وكان بيحكي لي على كل يوم من يومياته بيعمل ايه وبيسوي ايه عشان خاطر
نكون البيت ونبقى في سعادة. سألت نفسها: هي السعادة وراحة البال في أكلة حلوة؟ السعادة وراحة البال في لبس حلو؟ طبعا لأ. السعادة وراحة البال في إنسان يحبني وأحبه، يخاف عليا، يراعي مشاعري، يحترمني، يحاول على قدر إمكانياته إن هو يبقى كويس معايا. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنا كلمته كلام مهين وأنا ضغطت عليه في حاجة هو ما يقدرش يقوم بشؤون الحياة أكتر من ما هو قايم. هو بقاله كتير، طبعا بيتكلم نفسه، هو بقاله كتير ما جابش لنفسه هدوم. بقاله كتير في حاجات كان بيجيبها لنفسه ما عادش بيجيبها عشاني. المهم ندمت وفضلت مستنياه لحد ما رجع بعد وقت متأخر من الليل. قابلته وهي بتعيط، قالت له: أنا آسفة، أنا حطيت نفسي في كارثة. أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي. أنا بدل ما أقويك وأسندك أكون معوال هدم ليك. آه، أنا كنت مصاحبة شياطين. صديقاتي كانوا شياطين، ما حبوليش الخير، ما حبوليش الاستقرار، استكتروا عليا السعادة اللي أنا كنت فيها معاك، لأن أنا كنت بحكي لهم إزاي أنت بتحبني وإزاي أنت كنت بتضحي رغم ظروفك المادية الصعبة، بتضحي عشاني وتجيب لي اللي نفسي فيه على قدر الإمكان. ونفسي في حاجة معينة بتقول لي اصبري على بال ما أعمل جمعية أو أحوش عشان أجيبها لك، ولكن أنت ما كنتش بتتمنع من أول سؤال ليا عن حاجة بحبها وترفض. أنت كنت تقول لي اصبري لأن الظروف مش كويسة، ولكن أنا هحاول. حقك عليا، أنا في كارثة دلوقتي، أنت طلقتني، أنا مش عارفة أنا هعمل إيه. رد عليها قال لها: أنت فتحتي الورقة اللي أنا سبتها لك؟ قالت له: لأ. قال لها: طب افتحي الورقة. فتحت الورقة، لقيته كاتب لها في الورقة: مراتي حبيبتي، أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، استهدي بالله وكل شيء هيبقى تمام. عيطت، قالت له: أنا لا يمكن أفرط فيك، أنت جوهرة ما تتسابش أبدا. أنا كنت قاعدة مع ناس فالصو كانوا عايزيني أبقى فالصو زيهم، ولكن أنا عرفت حقيقتك. الشاهد من الكلام إن إحنا كلنا بنمر بظروف صعبة ماديا، لازم نخاف على بعض، نحب بعض، وما نرميش ودننا لصديقات السوء أو أصدقاء السوء يدمروا حياتنا، لأن ما عادش حد بيحب الخير لحد حاليا. سرك يا بنت الحلال ما يطلعش بره البيت. معاك صديقاتك اظهري لهم السعادة، ما تقعديش تشكي همك ليهم، لأن ما عادش حد بيحب الخير لحد. هي دي النصيحة اللي بوجهها لأي حد سواء راجل أو ست. سر بيتك أو سر بيتك ما يطلعش بره، لأن احنا بقينا في زمن كله شياطين، كله شياطين، محدش بيحب حد إلا من رحم ربي. حافظوا على بيتكم، وخصوصا إذا كان عندكم أولاد، لأن الأولاد دي هتتشتت، الأولاد هتضيع ما بين الأب والأم. نقدر نقول إن الأولاد هتبقى يتيمة ورغم وجود الأب والأم، ولكن كل واحد في حتة. إذا كانت الأم مفكرة إن هي تقدر تربي ولادها بعيد عن الأب، فدي استحالة وده وهم كبير. الأولاد بيبقوا عايزين كنترول من الأب، حنية من الأم، ولكن حزم من الأب مع حنية. الأم ما تقدرش توفر كل الأشياء ديت، فبالتالي مش هتقدر تتحكم في الأولاد، فبالتالي الأسرة هتبقى مفككة والأولاد هيضيعوا منها. حافظوا على بيتكم يا جماعة، وما ترموش ودانكم لحد. إذا عجبك
أو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله